الكذب المرضي. معكم محمد سيبو، كل يوم ومضة جديدة، كل يوم نبضة فريدة. صادفتي مع شي شخص كيكذب بزاف لدرجة انك كنتي كتيقو. يقول لك القصص اللي من نسج الخيال، العالم ديالو انه هو كيبحث على واحد، كيبحث على اشخاص اللي يعيشوا في ذاك العالم ديال المرض. راه كاين اللي كيكذب باش يتهرب من واحد الشيء معين، باش ينجي راسو من واحد شي حاجه اخرى، وكنعرفوه نقدروا كندوزوها. ولكن كاين اللي كيكذب كعاده مرضيه. شي هذا نتيجه ربما واحد الضغوطات نفسيه، واحد الحياه، واحد العالم اخر اللي كان كيعيشوا داك السيد. اذا هنا نعرفوا فين كنحطوا رجلينا، ماشي باش نقول لكم انه اتساع ولا ما تهضروش معاه. التعاطف مهم، الله يحسن معاهم، الله يجيب لي يحطوا رجلينا، لان يستدرجنا لذاك العالم ديالو. راه داك الشيء راه داك الشيء اللي بغا هو نحاولوا اننا نبعدوا شويه. لانها خطيره، لانها كتبان لك سهله، ولكن في الداخل ديالها انها صعيبه، ونتائجها خايبه، خصوصا الوليدات ديالهم اللي بحال كيكبروا. اما الناس اللي بعقلهم راه عارفين معاهم كيتعاملوا. وحتى انت واش عمرك تلاقيتي مع هذا النوع هذا ديال الكذب المرضي؟ واش عمرك تلاقيتي مع هذا النوع هذا وكيفاش تعاملتي معاه؟